صباح الخير عليكم الإخوان، كي صبحتوا؟ نتمنىكم تكونوا كلكم على خير وبخير. هاد الصباح هذا إن شاء الله اليوم الأربعاء غادي نمشيو نتسوق واحد السوق شحال هادي ما جيتش ليه، ويمكن تاني مرة غنمشي ليه في حياتي. هاد السوق ما كانش كيعمر، اللي هو السوق ديال الأربعاء د القليع. غنمشيو نعيشوا الأجواء. أول حاجة غادي ندير دابا نمشي نهز الشاشية ديالي اللي شريت من الاثنين ديال بوبعان ديك المرة، فضروري غتنفعنا في هاد الحرارة. وعاد نشدو الطريق إن شاء الله، ما نديوش الطوموبيل، نمشيو على رجلينا نتساراو شي شوية، عيينا بالسوقان. ها هي الشاشية ديالنا إن شاء الله، ونشدو دابا الطريق مع سي محمد. بعدا خلاص راك كيف كتعرفوا هادي هي النعناع البلدية، مزيانة للمعدة، مزيانة لحريق الراس، عندها بزاف ديال الفوائد. حنا وصلنا لأغرب سوق شفتو في حياتي، وجالسين عليه يلاه السوق السوق السوق. دابا راه ماشي 7 ديال الصباح ولا 6 تقول الناس عاد كيعمروا، دابا الوقيته ديال الوحدة صافي. الناس اللي تقدى تقدى واللي ما تقدى ما تقدى، هادشي اللي كاين صافي. الناس اللي كيدوزوا ولا شي حاجة هذا هو المستشفى ديالهم، لا طير يطير ولا دكتور يسير. وخلاص هادي شنو هي هادي؟ سكن ديال الطبيب. السكن ديال الطبيب. الطبيب ما كاينش، ما كاين والو، وخلاص هذا هو السوق. هذا السوق ديال الأربع ديال القليع. دابا غادي نحاول نسول الناس ونحاول نسول البياع والشرايه، وغادي نعرف علاش البياع والشرايه ما كيجيوش الأربع ديال القليع، وعلاش الناس ما كيجيوش الأربع ديال القليع. وهذه بالمناسبه هذا الفيديو هذا نبغيكم تبارطاجيو باش كل واحد يعرف على السبب هاد الأربع ديال القليع ما كيعرف. انت كحلاق هنا في هذا السوق ديال الأربع ديال القليع، وكتعمر 3 د بني حمد والخميس د مزري واثنين د بوبعاد، علاش الناس ما كيجيوش لهذا السوق ديال الأربع ديال القليع؟ هما اللي باغيين يعمروا. شنو السبب اللي كيخلي الناس البياع والشرايه ما كيجيوش يعمروا هذا السوق؟ كيجي من الغلا بزاف، ديك الشيء علاش الخضره كتوصل غاليه، الحوض غالي، ديك الشيء علاش الطريق ما كاين، التجاره ما كايناش، حنا واقفين دابا. يعني الناس اللي كيجيو يتقداو ما كيجيوش يتقداو، الله يسخر. والناس ما كيوصلوا بسخرة طلعة تمام، ما كيزعموش يشريو خضرة. المواطن خصو يجي يعمر السوق باش البياع والشراء كيشوفوا كيجيو الناس يبيعوا. هذا هو المشكل اللي كاين، كل الناس كيجيو كيعمروا السوق. حيت دابا البياع والشراء كيسول واش السوق عمار بالناس ولا ما عمرش. داك لا ما عمرش بالناس راه ما غايجيش، ما غيفكرش انه يجي. هذه تنشوف انا كلام والله. يجيب المازوط والطوموبيل ويوقف ويفرش السلعه وداك الشيء، والمواطن ما كاينش هذا من غيبيع. يجي داك الخضر ويجي واحد الخضره اخرى، يكون واحد منافسه شويه ثمن شويه، والمواطن يتقدر غير شويه الثمن شويه مزيان طاير. ماشي الامور هي والسوق غادي يعمر هذه الشهره ديالو. هذا السوق كامل هادشي اللي كتشوفوا، هذا هو السوق ديال الأربع ديال القليع. كيف ما تفاجأتوا حتى انا تفاجأت. انا نعطيكم دابا الخلاصه. سولت الناس، عجبني هذا السوق، قلت ما حشومه هذا السوق هذا يبقى خاوي. سولت الناس اللي كيبيعوا ويشريو كيف شفتوا، وسولت الناس اللي كيجيو يتقداو. الناس اللي كيتقداو كيتشكاو من غلاء الاسعار ديال السلعه اللي كتوصل لنا. كيقول لك هنا السوق كيعمر بواحد الثمن اللي هو طالع، داكشي علاش كنفضلوا اننا نمشيو للخميس. البياع والشرايه تيجيو قلال. يقول لك المشكل اللي كاين اننا كنجيو للسوق، ولكن الا بعنا بواحد الثمن اللي هو عادي، الناس اصلا اللي كيجيو يتقداو كيجيو قلال. وكانوا كيجيو وكيتقداو من هذا السوق، قال لك حنا غادي نمشيو كنقولوا للناس واحد اخرين باللي راه فعلا السوق راه زوين وبعنا وشرينا والحمد لله، والناس غتشجع انها تجي تبيع وتشري. وهذا الشيء اللي كيبان لي انا منطقي. اكيد التجار حتى هما غيتشجعوا غيجيو يبيعوا ويشريو. وانا كنقول هذه واحد الرساله للناس اللي معمرين واللي دايرين بهذا السوق ديال الأربع ديال القليع. عمروا هذا السوق، راه ممتاز جد جد ممتاز بالنسبه لكم بحكم القرب. ودابا الله يحسن العوان كتكون الحراره، كتكون الشتاء، هي غتجيك اقرب حاجه تجي لها هي هذا السوق ديال الأربع ديال القليع، احسن ما انك تبعد. وكيبقى الراي ديالكم نتوما المواطنين، جيو عمروا هذا السوق، تقداو. ولا طلعتوا سوق الخميس هضروا مع هذوك الناس اللي في السوق وقولوا لهم اجوا عمروا لنا الأربع ديال القليع، ونبقاو نجيو نتقداو منه. المهم هذه النصيحه هذه قلتها لكم بما انني جيت وبغيت نشارك معكم الاجواء ديالكم. الشاد الأربع تنقول انا السوق الأربع من جيت تفاجات انني كنلقى خضار واحد، حلاق واحد، ديك الشيء قليل. شي حوايج بغيتهم انا شخصيا ما لقيتهمش في هذا السوق. وهذه رساله لا للتجار لا للمواطنين اللي كيجيو يتقداو. وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، بما انني معكم كنبغي نشارك معكم اي حاجه كتخصكم. الله يعاونكم.